قال والله يلا منيحة خلصنا منها. قال هم ونزاح. بابا كان متجوز تنتين، ماما ووحدة تانية. فكانت ماما كتير منيحة معه، أنا وحيدة وعندي أخ كمان، يعني أنا وأخي. ومن مرته هاي التانية ما عنده أولاد، فتجوز ماما وتجوز وحدة تانية كمان. صار يصرف على هديك وطنشنا أنا وماما، وما يفعل يجيب لنا شي، حتى أكل ما يجيبها للبيت، تياب ما يجيب لنا، لا لبس لا طلعة ولا فوتي ولا شي، محرومين نحن من كل شي. ماما بس التنظيف والشغل والركض، وهديك مرته التانية بس الطلعات وشمات الهواء وروحة المطاعم وهيك. حتى نحن التياب بالبيت ما يجيب لنا شي، تيابنا يعني يا نشحدن شحدة من قرايبينا، يا أما مثلا شلون بدي أقول لك، يعني يضلوا فترة منيحة لحتى ينهروا، ما ينفع يجيب لنا. يعني هو وضعه المادي ماله منيح، ولا هو بس معاها منيح، ولا هي مرته الثانية وضعها منيح؟ لا وضعه المادي كتير منيح، هو وضعه كتير منيح، بس هديك مرته صار بدها تروح تشلح البيت تبعنا يلي صرنا من نحن وصغار انه يعني مربيين فيه. صارت بدها تشلح البيت تكتبه باسمها، بدها تروح على مطاعم هي واهلها يروح ياخدها، بده يعني اكتر هي مصروفه بس لمرته الثانيه وبس. اما مثلا لي ولا امي لا بنوب، ولا لاخي الصغير كمان، اخي يروح يشتغل بمحلات السماني وهيك مشان يطالع مصروف، ويجي يقتلوا يشلحوا المصروف. يعني ياما يجي يحطه بالبرد برا، ويجي معلمه مثلا يعمل له انه وين بعدك لهلا، يقول له نروح نحن لعنده، نقول له انه اخي عندك، يعملنا لا بعته من زمان على البيت. يروح يكون مثلا بعته يروح ياخذ له اغراض لمرته، يعني لمرته معلمه هيك كثير تعذب يا حرام اخي، يجي بابا يحط العصا يبلش قتل فيه. يعني نحن ما نحسن نخلصه يا حرام. طيب وليش يعني وهي أخذت مرت أبوكي آخر شي البيت، وليش كانت تعمل هيك؟ مرت بابا صار بدها تشلحه البيت انه تسجله باسمها، مشان انه هي خايفه على حالها، هي ما بتجيب اولاد، ما جابت اولاد يعني، فخايفه انه نحن نكبر يوم من الايام ونزت برا. يعني هي ما جابت أولاد، وهو رغم هيك بحبها أكتر من أمك؟ ايه بحبها، ايه لانه شلون بدي اقول لك، امي يعني بحالها ببالها تنظيف البيت، إيه طبخه بتزبط هيك امورها، يعني كتير يعني موفرت له الشيء يلي ما في مره بتوفر له اياه. يعني هلا مرت بابا وسخه، بتروح بتزت لنا القواعد بتعملنا اغسلوا لي اياهم، بتروح على المطبخ مثلا الجل بتكومه على المجلى. يعني عوفتني حالي، اخر شيء ماما مرضت، مرقت فترة ومرضت، تعبت كتير فيها، تدوخ وتقع بالأرض تدوخ وتقع بالأرض، يعني ما نعرف شو السبب. قل له يا بابا بدنا ناخد ماما على الدكتور، يعمل لي ما فيها شي، خليها هلا بتقوم بتنطنط. آخر شي أخدناها عملنا لها تحاليل وهيك، فطلع معها إنه مرضان، يعني صاير معها تسرعات بالقلب وهيك، فمرضت كتير يعني. نروح نجيب له الدواء ما يفعل، يعني ما يفعل انه يعطيه الهي، واذا جاب الدواء يعملنا صرعه بالبيت انه فاتوره الدواء عليكم وما بعرف شو. ف يعني هديك مرته يعني اللي تعلموا انه لا تجيب له شيء، اتركها هي واولادها وهيك، وقاعديننا بغرفه، يعني كل البيت نحن بننظفه وهيك، بس ممنوع حد يجي لعنا لانه هي الضيوف بس لها هي وبس. تمام. المهم مرقت فترة أما ما فاتت على المستشفى، وقت اللي فاتت على المستشفى ما في غير يعني أخي، يعني بدك تقولي انه عم يشتغل وهيك، ماني فاضي يقعد عند امه. طيب مين اللي كان عم بيجيب لها الدواء قبل ما تفوت أمك على المشفى؟ اخي اخي يروح يشتغل بالمحلات مشان يجيب له الدواء. فهون فاتت على المستشفى، بعد ما فاتت على المستشفى انا اروح لعندها، مرقت فترة تعبت فيها كتير، بعدين قالوا لنا الدكاترة انه يعني امك تعبت كتير وهيك، فقالوا لي انه العمر إلك، وتوفت ماما. بعد ما توفت ماما تعيشي، بعد ما توفت ماما اتصلت ببابا لحتى اقول له انه الصدمه اللي صارت معي، يعني انا فقدت السيطره، ما توقعت، يعني كان أسوأ يوم بحياتي هاليوم. ففقدت السيطره وهيك، شلون مسكت الجوال، شلون اتصلت فيه انا ما بعرف. دقت له قلت له يا بابا هيك ماتت وهيك، وبكون تجوا طلعوها تخرجوها من المستشفى، وانا يعني ما وقعت بين ايديهم، ما عاد صحيت كمان. وقت اللي صحيت قالوا لي لازم تدق لحد من اهلك يجي ياخدها. طيب وأنت قد إيه كان عمرك بهالوقت؟ عمري 22. صغيرة. وأخوك قد إيه كان عمره؟ عمري 19. يا حرام. طيب وأبوك شو عمل لما قلتي له إنه أمك توفت؟ قال والله يلا منيحة خلصنا منها. قال هم ونزاح. هون ما يعني انا ما عرفت شو بدي اعمل، دقيت لاخوالي ولا هيك، قلت له انه امي هيك صار معه وانا بالمستشفى وما معي اجار انه طلعوا وهيك. والله اجوا طلعوها واخذوها وهيك.
عملنا العزا بالبيت عند أهلي، وثالث يوم العزا رابع يوم اجت خالته مرت بابا صارت تعذبني كتير، صارت تعمل لي قومي نظفي هون، قومي اعملي هيك، قومي لي اعزلي للغرفة ومدري شو. ضلت فترة منيحة، بس صارت تروح تعزم أهليتها وتخليني أنا بالمطبخ وتعمل لهم هالأكل الطيب وأنا ما تخليني آكل شيء. طيب وأبوكي يعني ما حن قلبه عليكم مثلا؟ عم اقول له انه لبابا، عم اقول له انه العزا ماما ما صار له كم يوم خالص، انه لازم ما يصير هيك. يعني انه ما صلى، ما نشفت ترابه لتعملوا اغاني وهيك بالبيت وانا مقهوره عليه قاعده بالمطبخ عم بخدم هديك. قام هالكف ولطشني، وهالكف مثل فراق الوالدين. عم اقول لك يعني رن براسي رن. حملت حالي، انزعجت كتير منه وانقهرت هيك وقعدت ابكي، ما عرفت وين بدي اروح. رحت قعدت عند خالتي وجوزها، وبعد ما قعدت عند خالتي وجوزها قعدت فترة منيحة، قام جاني عرسان عنده، ما عاد رجعت على البيت. سوري، بس أخوكي وين بهالقصة قبل ما تروحي عند خالتك؟ لبنان. أخوكي وين من هالقصة؟ هلا اخي وقت اللي عرف اني انا قعدت عند خالتي وخالتي مرت بابا صارت تعذبنا، قام رحت عند خالتي امي، فاخذته معي. ايه، فاخذته معي وقعدت انا وياه، فجاني عريس قاعد مشان انه خفف مصروف على خالتي وجوزها وهيك. يعني رضيت باول عريس اجاني بس لاخلص من الوضع اللي انا فيه. تجوزت وهيك، بس تجوزت لقلك شغلي انه مو مثل انه جيزتي البنت اللي بتتمناها، انا تجوزت كله على السكت، تقولي ارمله. طيب وأبوكي ما حضر عرسك؟ ما قالك؟ ما قلتي له إنه بدك تجوزي؟ لا، تجوزت يعني وما عاد حكيت معه نهائيا. بعد ما تجوزت ضلت فترة منيحة، صار لي سنتين أنا وجوزي وحبلت وهيك، صار عندي ولدين كمان. فشو اسمه، اتصل فيني بابا أكتر من مرة بس ما عاد رديت عليه. يدق لي ما عاد رديت عليه. حوالي شهرين ونص ولا بتتصل فيني خالته مرت بابا، وهي بعمرها ما دقت لي يعني ضمن هالسنتين. فبتتصل فيني بتعمل لي انه ابوك توفى وهيك، انه تعي مشان تشوفه. انا ما فعلت روح، وقلت لهم الله لا يسامحه، هو ظلمني وظلم امي وظلم اخواتي، يعني اخي ما عندي غيره، فظلمني كتير، مشان هيك انا ماني مسامحته. لهلا مالك مسامح؟ لا. طيب وهلا كيف وضعك، عيشتك مع جوزك، وكيف صارت مرت أبوكي؟ شو اللي صار؟ هلا اخي كبر وصار صار يعني يشتغل لحاله وظبط اموره كلها وما احلاه، صار اموره كلها تمام، والعالم يعني ما حد يقصر معنا، وانا اموري مع جوزي يعني منيحه. الله يخليكم لبعض يا رب، وتصير هيك قصتكم حلوة وتنسي هالماضي الحزين يا رب، وشكرا كثير.